بالرغم من كل اللي حصل واللي بيحصل واللي هيحصل، الواحد سبحان الله كده بيتنبأ حاجة كده دي بتاعت ربنا، بس الواحد بيتوقع حاجات كده وبتحصل أو هتحصل، بس الواحد ما بيبقاش عايز يقولها عشان ناس بتفهم غلط. مش عايز يسبق الأحداث، بس إيه، الناس بتفهم غلط. طيب، نسام الله كده بقى ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والتسليم. عاملين ايه يا احسن ناس، يا احسن اهلاويه، يا احسن ناس محترمين؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسعاده دايما. نخش في موضوعنا على طول كده وايه، نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والتسليم. طبعا النهارده عندنا ماتش مهم جدا 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 مع الداخليه في الدوري. ان شاء الله بتمنى التوفيق للنادي الاهلي، نتمنى التوفيق للعيبه، نتمنى التوفيق لكولر، نتمنى التوفيق ان شاء الله ان هما يكسبوا ويحافظوا على الصداره ويفضلوا متصدرين، مع ان احنا عندنا محمد معروف بقى اللي هيحكم ماتش النهارده. محمد معروف، وما ادراك محمد معروف، وكلنا عارفين محمد معروف وميوله ايه. ده من ضمن طبعا الحكام الاحتواء. وإن ما خدمتش نفسك بنفسك يا صاحبي وكسبته النهاردة يا رجالة، من غير ما نحتاج للتحكيم ولا نحتاج لأي حاجة يخليهم واقفين إنك أنت تفوز، مستني أي حاجة تيجي من التحكيم، انسى. حتى لو بالعدل، مش هقولك من غير عدل، لا، حتى لو بالعدل، انسى. انسى. انت الفترة اللي جاية دي، وهفكركم، شبه هيتحط على الاهلي بس واحدة واحدة. يعدي بس الموضوع اللي شاغل الرأي العام، موضوع مرتضى منصور بيه طبعا. الرأي العام مشغول فيه دلوقتي وملهيين الناس، وانسى بقى موضوع الصفقات، هم لهوا الناس باللي هم عايزين يلووا بيهم. خلاص، انا مش بتكلم قضاء، القضاء كل الاحترام والتقدير لاحكامه، خلاص هو ايه، القضاء قال كلمته ايا كانت هي الكلمة، خلاص. لهونا لهوك في المحاكم، ولهوك في حبس مرتضى منصور، ولهونا في كل ده عشان تنسى بقى موضوع الصفقات، وما تلجأش للفيفا ولا شكاوي ولا الكلام ده، وخلاص بقى ايه يبقى ايه. اه، الاهلي خد حقه والخطيب خد حقه عشان إيه، مرتضى اتحبس يعني. ماشي، عشان ما تتكلموش بس. ماشي. فعشان كده بس اسمعوني بس او استوعبوا اللي جاي، عشان في حاجات كتير قوي 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 في الفيديو ده. الفيديو ده ناري. الفيديو ده حط الرمق الاخير. مداخلة احمد مرتضى ميدو اللي عايز يتجاهل ويلعب بالقوانين، وعودة مرتضى منصور، ومداخلة احمد اسمه دوت الاستاذ طارق جميل سعيد المحامي المحترم، وحته كده من الذكرى الجميله للكابتن عبد العزيز عبد الشافي، ربنا يخليه ويديله الصحه، لما رد على مرتضى منصور. وهو الوحيد اللي عرف يرد على مرتضى منصور وبأدب، وافحمه بالادب من غير اي غلط. ماشي، انا قلت لكم تسلسل الحلقه ماشي ازاي، فاستوعبوني بس واسمعوا اللي جاي، عشان اللي جاي فيه حاجات كتير قوي. النهارده ان شاء الله نكسب. مش عايزين نحط، يعني مش عايزين نخلي التحكيم يأثر علينا في قرار. اي قرار هيطلع ما يأثرش علينا. احنا نازلين نكسب. خلص نفسك بنفسك يا صاحبي، خلص نفسك بنفسك. انزل اضغط، ربنا يكرمنا نعمل فرق 2 3، نلعب مستريحين. عايز تغير تغييراتك يا عم كولر وتظبط حالك، والدنيا تبقى تمام وفل الفل. ان شاء الله كلنا وراكم بندعمكم وهنشجعكم وهنفضل وراكم، مجلس اداره، كابتن الخطيب، كولر، اللعيبه، كلنا وراكم وهندعمكم، وان شاء الله التوفيق لينا النهارده. طيب، ده بالنسبه لماتش النادي الاهلي ومحمد بيه معروف حكم الاحتواء. دخل علينا ميدو
بيقول لك مرتضى سيبقى رئيسا للزمالك، وخطاب وزارة الشباب والرياضة خطاب روتيني بكلامكم بالقانون، وانا مش راجل قانون بس عارف بقول ايه. طب هو انت يا ميدو بتناقض نفسك؟ يعني انت بتناقض نفسك، يعني بتقول بكلمكم بالقانون وانا مش راجل قانون، بكلمكم بالقانون وانا مش راجل قانون، يعني وعارف انا بقول ايه. يعني ايه التناقض ده؟ ايه التناقض اللي انت فيه ده؟ ايه عايزين توصلوا الدنيا لحد فين؟ طيب بالنسبة للناس اللي كانت بتتكلم وقت ازمات النادي الاهلي في مطوشه كاس العالم او التراجع عن النتائج والهزايم اللي حصلت الفتره الاخيره وتراجع المستوى والكلام ده، وكان بيقول لك ارحل يا خطيب وامشي يا خطيب ومش عارف ايه. الخطيب لا احد يختلف عليه، لا احد يختلف عليه، محدش يختلف على الخطيب خالص. ماشي، ما هو الخطيب ده انا عايز اقول لك الناس، الراجل اللي هو طريقة اللسان اللي هو دلوقتي محبوس، برغم اللي هو فيه ده كله، جماهيره عايزاه يطلع. مش جماهير بقى الزمالك المحترمة اللي بتحب النادي، لا لا، اللي تبعه، القبيضة بقى اللي تبعه، الناس اللي تبعه، الناس اللي هم العصابة اللي شغال معاهم، اللي بيدورهم، اللي محجمين نادي الزمالك، اللي دايسين عليهم، واللي ماشيين ورا امين امين. دي حاجة. هقول لك بقى على حاجة بالكابتن خطيب ده. يعني ايه رئيس نادي في فترة رئاسته بيصعد بس بالفريق لخمسة نهائي قاري وياخد منها 2 بس؟ يعني ايه رئيس نادي في فترة رئاسته من 6 دوريات ياخد 4 بس؟ يعني ايه رئيس نادي في فترة رئاسته من 6 دوريات ياخد 4 بس؟ انا كررت لك تاني، خلي بالك. يعني ايه رئيس نادي في فترة رئاسته يصعد لكأس العالم للأندية 3 مرات ورا بعض وياخد مركز تالت مرتين ورابع مرة واحدة؟ يعني ايه رئيس نادي في فترة رئاسته ما يعرفش يعمل غير فرعين بس جداد للنادي ويطور باقي الفروع؟ يعني ايه رئيس نادي في فترة رئاسته مش عارف يجيب رعاية النادي بأكتر من 4 مليار؟ يعني ايه رئيس نادي في فترة رئاسته في فترة رئاسته مركز فريق الكرة بتاعه، مركز فريق الكرة بتاعه يبقى 19 في العالم أو عالميا، والأول محليا وقاريا وعربيا؟ يعني إيه؟ يعني إيه رئيس نادي في فترة رئاسته كل الألعاب تتطور وتتصدر كل البطولات المحلية وبينافس بقوة في البطولات القارية والإقليمية؟ يعني إيه؟ يعني إيه رئيس نادي في فترة رئاسته أصبح النادي أفضل منظومة رياضية في أفريقيا والشرق الأوسط وكل العالم بيتكلم عنه؟ يعني إيه رئيس نادي في فترة رئاسته يفضل محافظ على القوام الرئيسي لكل فرق الألعاب الجماعية؟ يعني إيه رئيس نادي في فترة رئاسته تبقى الأولوية عنده للنادي وأعضائه وجمهوره رغم ما يعانيه من مرض وتعب وألم وجهد وكل حاجة؟ يعني رئيس نادي في فترة رئاسته تبقى الأولوية عنده للنادي وأعضائه وجمهوره رغم ما يعانيه من مرض؟ يعني إيه؟ ده إحنا ما ينفعش يا جدعان بجد، ما ينفعش معانا رئيس النادي ده. يا عم ده مش عارف يجيب مهاجم، يا عم ده مش عارف يجيب مهاجم. إيه ده؟ ارحل بقى يا خطيب يا فاشل يلي مش عارف تجيب مهاجم، وبالرغم من كده فريقك متصدر دوري وهيلعب نهائي كاس ومكمل دوري أبطال. ارحل يا خطيب يا فاشل يلي مش عارف تجيب مهاجم ورغم كده فريقك متصدر دوري ويلعب نهائي كاس ومكمل دوري ابطال. ارحل يا خطيب يا فاشل يلي الاتحاد العربي والافريقي كل واحد فيهم بيترجاك علشان تلعب البطولات اللي بينظمها، لدرجة ان فريقك بياخد مزايا اكبر من كل الاندية، لانهم عارفين ان سر نجاح اي بطولة هو وجودك ومشاركتك فيها. ارحل يا خطيب يا فاشل يلي وصلت النادي رغم ما يعانيه من حرب شرسة لمصاف الأندية العالمية، بس احنا مش عايزينك علشان انت بخيل ومش عارف تجيب لعيبة. عندكم حق،
الخطيب فاشل والاهلي افشل نادي مش في افريقيا بس، ده في العالم كله، علشان ما تزعلوش. ربنا يعافينا ويرحمنا من المشجعين امثالكم. سيظل الاهلي دائما وابدا انجح فريق وافضل نادي في القاره والشرق الاوسط، ودايما متوج في سماء العالميه. سيظل الاسطوره محمود الخطيب من انجح وافضل من تولى رئاسه نادي الاهلي رغم انف الحاقدين. تخيلوا يا جماعه كل ده واحنا بنقول ايه على الكابتن الخطيب؟ كابتن الخطيب بالاخلاق الاسطوره، كل الكلام اللي قلوه انتوا عارفينه. شوف انا قلت لك ليه الكلام ده دلوقتي، عشان تشوف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بعد ما دخل وفي ناس زعلانه عشانه وبيطلعوا يقولوا الخطيب يسامحه ويقول لك هيرجع نادي الزمالك تاني. شوف بيعملوا ايه بعد ما هانوا ووزقهم وبهدلهم، في ناس عايزه يرجع. واحنا كنا بنقول ايه على الكابتن الخطيب، او احنا بنقول ايه على الكابتن الخطيب، او بعض من جماهير الاهلي كانت بتقول ايه على الكابتن الخطيب. محتاجين مهاجم، محتاجين مهاجم، مش هننكر الواقع، مش هننكر الواقع. محتاجين مهاجم ومحتاجين افضل فرق وافضل لعيب، محتاجين افضل لعيبه ولا ايه؟ محتاجين افضل لعيبه عندنا، لان احنا بنقول زي ما انا قلت قبل كده ان احنا نادي عالمي. الصفقات يا خطيب وكل حاجه هتتجاب، بس السنه دي انت مش كل ماتش بقى هنطلع، مش كل ماتش هنطلع بعد كده نقول الصفقات فين يا خطيب، لان الصفقات فين يا خطيب دي انساها بقى لحد الموسم الجاي. يعني من الموسم الجاي نبتدي نتكلم في صفقات كراس حربة او 2 سوبر كده حربة يظبطوا الدنيا. ده بالنسبة للكابتن محمود الخطيب اللي كلنا بنحبه وكل الاهلاوية بيحبوه وكل الاهلاوية بتدعمه قلبا وقالبا، عشان هو راجل رمز من رموز نادي الاهلي، اسطورة بحق، باحترامه باخلاقه بيجبرك تحترمه عشان هو محترم. فبالك المحترم بيتعمل معاه ايه وقليل الادب بيتعمل معاه ايه؟ يا جدعان يا جدعان خلينا من فوق بقى، عشان احنا شكلنا داخلين على ايه؟ على ايام ما يعلم بها غير ربنا، ايام ما يعلم بها غير ربنا. طيب اخدك واروح بقى يا صاحبي على المستند الاول، اخدك واروح على المستند الاول، ويا ريت ما تزهقش مني وما تملش من الحلقة، عشان الحلقة فيها حاجات كتير قوي قوي قوي، فلازم يا صاحبي تكون معايا من اول الحلقة لاخرها وذهنك صافي وواعي ومركز للي هتسمعه في الفيديوهات اللي جاية دي، وتسمع ردنا على احمد مرتضى منصور. نروح لاحمد مرتضى منصور ونرجع نرد عليه تاني. مع احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك. احمد مساء الخير. كابتن ميدو ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. اولا انا بشكرك على موقفك الزملكاوي، مش موقفك ان انت مع حد ضد حد. ده ما خالص والله. انت راجل بتدافع عن نادي الزمالك وبتدافع عن كل الانديه المصريه صحيح والجمعيات العموميه. صحيح. فبشكر حضرتك على موقفك. لا ده واجبي ده واجبي يا استاذ احمد، انت عارف ان ده واجبي، وانا دائما وابدا مع مصلحه الانديه كلها، واكيد مع مصلحه نادي الزمالك، لان مش عايزين كلنا اكيد بما فيهم عائله المستشار مرتضى منصور ان الزمالك يخش في النفق المظلم. صحيح. صح ولا لا؟ انت قاري الموقف ازاي؟ كابتن ميدو انا ده اول مداخله اعملها من ساعه الموقف اللي احنا محطوطين فيه. طبعا انا بكلمك بصفتي ابن وبكلمك بصفتي عضو مجلس اداره. طبعا. كابن يعني ربنا يصبرنا، ربنا يكون في عونكم والله. ويعني موقف صعب طبعا لان الوالد مش صغير، الوالد صحيح. حصل له الموقف ده كذا مره في حياته، اتحبس صحيح، لكن النهارده بنتكلم على سنه 71 سنه او 72 سنه. صحيح. فالموقف مختلف، الظروف مختلفه، لكن ده يعني ابتلاء من عند ربنا، واحنا ربنا يصبرنا ان شاء الله. يعني هو كان فعلا الضغط عنده عالي، لان هو عنده الضغط وعنده السكر، ف يعني كان 188 على 112. مش هتكلم في الكلام ده كتير، لكن خلينا طب ممكن معلش انا اسف يا احمد، قبل ما تخش للخطوه اللي جايه، انت اتكلمت الاول كابن قبل ما تتكلم كعضو مجلس اداره، فانا
كابن برضو وكأب وكصديق ليكو، عايز اسالك سؤال. اتفضل. انت النهارده بعد المواقف دي كلها يا احمد، ما بتجوش انت يعني والحاجه والسيده والدتك وامير واختك وكلكم بتقولوا لسياده المستشار مرتضى يا سياده المستشار يعني كفايه ان انت تاخد مخاطره على نفسك، كفايه، ما ينفعش نتكلم بشكل واضح؟ بشكل واضح. نادي الزمالك حياته. طبعا منصور دخل نادي الزمالك سنه 90 بحمد ربنا وتوفيقه في مجلس الاداره، هو الحاصل على اكثر من 70% من بطولات النادي في تاريخه. تمام. من سنه 90. تمام. هو رئيس نادي. انا شخصيا انا عضو مجلس اداره بقى لي 10 سنين من 2013. انا واخد اكثر من 17 بطوله في كره القدم بس. او 18 بطوله. تمام. فيعني اتحقق انجازات وتحقق نجاحات. هو بيحب النادي وبيحب اسعاد الناس. ما فيش نادي في مصر بيوفر اتوبيسات الجمهور، بيوفر دخول الجمهور، هو بيحب يسعد الناس. بالتاكيد ده مأثر على حياتنا سواء معنويا او ماديا او بشكل، يعني عندنا مكاتب اكيد في تاثير فيها، لكن هو بيحب النادي. يعني معلش انا خلينا نتكلم كعضو مجلس اداره. خلاص اتكلم، خش كعضو مجلس اداره. لان انا يعني ماشي ابقى متاسف. ماشي قول لي. مجلس الاداره حضرتك الحمد لله قائم بكل تشكيله وحده واحده. النائب سياده النائب سليمان وهدان اتكلم بشكل جيد جدا، مفيش خلافات داخل المجلس. طبيعي ان احنا يحصل اول يومين من الصدمه. احنا كمجلس اداره كان عندنا رئيس مرتضى منصور، لما عدم وجوده اكيد كنا محتاجين نتناقش ونتباحث في الامر. اختصاصات رئيس مجلس الاداره موجوده في اللائحه على سبيل التحديد. رئاسه الجمعيه العموميه، الامضاء على الشيكات، الامضاء على العقود، وتمثيل النادي القانونيه. احنا عندنا اصلا الاسلوب الاداره في مجلس الاداره المستشار مرتضى منصور مفوض. اوكي. استاذ احمد دعبس عضو مجلس الاداره واستاذ خالد لطيف بصفته امين صندوق على الامضاء على الشيكات. يعني انتوا ما عندكوش اي مشاكل يا استاذ احمد في تسيير الامور؟ النادي ماشي ان شاء الله، الفلوس هنصرف المرتبات في وقتها، العقود بتاعت اللعيبه هنصرف، يعني العمل شغال بشكل جيد جدا. فريق الكوره بنوفر له كل المتطلبات. احنا اصلا في وقت يا كابتن ميدو محتاج يبان فعلا مين الزملكاوي الحقيقي. يمكن دي دعوه مني للي مع واللي مع ضد، سواء جمهور او اعضاء او كلنا لازم نبقى واحد. صحيح. المختلفين مع المستشار مرتضى منصور او المؤيدين ليه، احنا مطلوب مننا نتكاتف دلوقتي. نتكاتف عشان ما نهدش كيان كبير اسمه نادي الزمالك. كيان ضخم. حضرتك احنا عندنا دلوقتي كل الفرق الرياضيه دي احنا ملتزمين معاها بالعقود بتاعتها، قادرين ان احنا نفي بالتزاماتنا الماديه والتعاقديه. فانا مش عايز الناس تقلق. رئيس النادي الحمد لله هو في خلال يعني هو شهر، ففاضل تقريبا 26 يوم يعني ان شاء الله يكون متواجد معانا. لكن انا مش عايز الناس كفايه اشاعات، طلعوا اشاعات دلوقتي بقى بالفوتوشوب بيعملوا اخبار مضروبه، سواء مثلا ان انا دعيت للاعتذار او مش عارف ايه، بس باينه ان هي مضروبه احمد، باينه يعني ما احنا دلوقتي هيبان الزملكاوي الحقيقي. انا بشكر اعضاء الجمعيه العموميه، بشكر الجماهير. محتاجين نوحد الصف دلوقتي. مرتضى منصور انت مختلف معاه او مؤيد ليه، هو رئيس نادي الزمالك منتخب من اعضاء الجمعيه العموميه. ده الوقت اللي يبان اللي ضد مرتضى قبل اللي مع المرتضى. اللي مع مرتضى طبيعي معاه، اللي ضد مرتضى لازم يستنى يشوف المحنه دي نعديها ويختلف معاه تاني. ما عندناش مشكله. وده الكلام والله يا احمد اللي انا قلته امبارح. يعني انا عجبني يا كابتن ميدو الاستاذ عبد الناصر الزدان. الاستاذ عبد الناصر الزدان قال لك مرتضى منصور تنازل عن كل القضايا اللي ضدي بدون ما اعتذر له. فهو يعني راجل انسانيا يعني واقف مع مرتضى منصور في محنته.
ده الوقت اللي احنا بنحتاج فيه ان احنا نطبطب على بعض وننسى خلافاتنا. فانا بطمنك وبطمن الجماهير وبطمن الاعضاء وبطمن الدوله، لان الدوله دي طبعا. احنا نادي الزمالك جزء من مؤسسات الدوله. صحيح. وانا بطمنك يا احمد ان لن يمس احد نادي الزمالك، لن يمس احد بنادي الزمالك طول ما اولاده متكاتفين. الناس كلها معانا ووقوف المؤسسات كلها معانا، وحابب اشكر كل الناس وبشكر حضرتك وبشكر اولاد نادي الزمالك اللي واقفين وصابرين. ويمكن النادي ده زي ما انت قلت ديجافو ولا مش عارف اسمها ايه، ديجافو صح. فكر الموقف ده من وانا عندي 9 سنين بشوفه، ما هو سنه 90 كان عندي 9 سنين بشوفه من سنه 90. ان شاء الله لن يتكرر مره ثانيه يا استاذ احمد. وبطلب من الناس دعوات، بطلب من الناس دعوات للوالد، وان شاء الله يكون معانا ان شاء الله باذن الله. شكرا استاذ احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك. مادام هو يا احمد عنده 71 سنه، مادام هو يا احمد عنده 71 سنه، ما انا مش ما بحبش اكرر كلامي. انت بتتكلم بصفتك ابن، انت بتقول انا بتكلم بصفتي ابن. هو في ابن يقبل ان ابوه يهين الناس المحترمه؟ في ابن يقبل ان ابوه يهين امهات؟ في ابن يقبل ان ابوه المفروض ان هو رئيس نادي زمالك يطلع يهين رئيس نادي الاهلي باخته ويشتمها ويشتمه ويخونه وكل ده عادي؟ ما انا قلت الكلام ده قبل كده، بس هقوله لك تاني عشان خاطرك انت يا احمد. انت وميدو اللي بيطبطب لكم، ميدو اللي عايز بيخالف القوانين واللوائح. هي المسرحية انكشفت، قصد للستار، واحنا عارفين اصلا كلنا. مش لازم نقول يا جماعة، ما احنا مش لازم نقول. مرتضى منصور هناك مش عايش في جحيم برضه. هتقول لي ده السجن ما هو في جنينة يغور، بس هو هناك يا باشا في مستشفى وادي النطرون او المكان اللي هو فيه في وادي النطرون ده يا باشا عايش عيشة تانية جوه. هيدلعوه وينسوه ويظبطوا له الدنيا يا باشا. استجم عندنا بس الشوية دول وما تقلقش، ما تقلقش يا باشا، ما تقلقش. كله على ما يرام. ونادي الزمالك يا عم مرتضى محطوط بس بيتعمل عليه كومبينة كده عشان نشوف مين اللي معانا ومين علينا الفترة دي، عشان نشوف مين اللي معانا ومين علينا، عشان نطلع الخونة، عشان نظهر الناس اللي كانت عاملة نفسها بتحبك ولما دخلت السجن يا عم مرتضى هيبانوا على حقيقتهم ويطلعوا من جحورهم. انت ما تعرفش، انا عارف. هما بيقولوا كده يا باشا، احنا عارفين، احنا عارفين كل حاجة. انت بس استريح واستجم الفترة دي والدنيا بره هتبان، عشان نطلع الخونة، نطلع الجرزان اللي هم كانوا عاملين نفسهم بيحبوك، واول ما تخش هيظهروا على حقيقتهم ويطلعوا ويبانوا من الجحور اكتر. ايوه يا باشا، وارد كل حاجة، وارد كل حاجة تتقال. ما انت فاكر ايه؟ انت فاكر هو جوه بيتعذب ولا بيتبهدل؟ انت عايش احسن عيشة يا باشا. حتى لو في السجن هو بالنسبة له الشهر ده هيدلعوه فيه ويستقنيس، وقاعد بيتفرج على السوشيال ميديا، وقاعد بيتفرج على الاعلام بيقول ايه، وقاعد بيتفرج على كل حاجة يا باشا. عيشة تانية. وانسى، انسى، انسى يا صاحبي، انسى صدقني. ما تحطش في دماغك كل اللي بتسمعه ده هلس، عشان بس الموضوع يهدى ويبقى اسم محمود الخطيب اتراضى وخلاص. والموضوع برضو انا مش بتكلم قضاء عشان محدش يفهمني غلط. حسبة بقى بتتحسب ازاي؟ بتتحسب ازاي؟ هم ليهم حسبتهم يا صاحبي، هم ليهم حسبتهم وعايزين يخلصوا من الموال ده والموضوع ينتهي. بس انا عايز اقول لك ان كده هيفضل المشاحنات تاني، هتفضل موجودة، هتفضل موجودة بعد ما يطلع ويرجع التاني نادي الزمالك. هتقول ايه ده هيرجع نادي الزمالك ازاي؟ ايوه يا باشا، ما انا قلت لك بقى، مش انا قايل لك من فترة الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا؟ الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا يا باشا. ما تدورش ورايا. هو في حد هينخرب ورانا ولا ايه؟ في حد هينخرب ورانا؟ في حد هينخرب ورانا؟ مفيش حد هينخرب ورانا يا باشا. ما تقولش الكلام ده. نسمع
رد الكابتن طارق جميل سعيد، ده كان بعد حكم مرتضى، بعد ما اتحكم عليه، شوف قال ايه ونرجع تاني. استاذ طارق، عايزين نسمع رأي حضرتك في حبس المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. اولا مفيش هنا القاب، اسمه المحكوم عليه او المسجون او المتهم طبقا لحكم محكمة النقض النهارده. ثانيا ده الطبيعي بتاع مصر. مصر دولة قانون طول عمرها، مفيش حد كبير على القانون، مفيش مركز للقوة في مصر، كل ساق بيسقى بما سقى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، وقلت قبل كده ان كل شخص ظلم ووقع عليه ظلم ربنا سبحانه وتعالى بيجيب له حقه. ودي احنا اولا ما ينفعش نقول شكرا للقضاء المصري، لان القاضي لا يشكر ولا يلام، ولكن احنا بنشكر القانون المصري المحترم، بنشكر العدالة المصرية، بنشكر ان القانون تم تنفيذه دون مجاملة لأحد ودون ان يكون هناك تمييز لأحد. وده المكان الطبيعي الصراحة لأي شخص بيتجاوز او بيفتكر نفسه انه مركز للقوة او يفتكر نفسه انه جامد ويخطئ ويخالف القانون. مكانه بيبقى السجن، مكانه يبقى في الزنزانة. وده التعليق بتاعي وخلاص، مفيش اكتر من كده يتقال. تحيا مصر. ده طبيعي فعلا لاي مكان يفتكر، لاي واحد ده طبيعي، ومكان اي واحد يفتكر نفسه ان هو مركز قوه او لا. احنا في بلد قانون، بلد قانون. بس خلص يا استاذ طارق، انت طبعا راجل محترم وليك كل التحيه والتقدير، بس طبعا هيخلص حبسته ويطلع بقى نرجع تاني ريمه لعادتها القديمه. نرجع ريمه لعادتها القديمه. انسى بقى يا باشا، ولا اي حاجة حصلت، ولا كأن في اي حاجة خالص. انسى بقى، انسى. يعني اللي احنا بناخدهم الشوية دول، احنا ايه؟ احنا بنستريح والله. حتى وهو محبوس برضه مش مستريحين، برضه مش مستريحين. معانا برضه، ما هو قاعد هناك وسيرته معانا، والحاجات اللي بتحصل والبلاوي السوداء اللي بتطلع دي يخلوك تخرج عن شعورك، والله يخلوك تضحك، او ممكن ايه تتجنن، تبقى قاعد كده تتجنن. يعني تسمع خبر يلوحك وانت قاعد. يطلع اصلا مرتضى منصور يطلع يقول لنا بخ انا قاعد بقى، انا جيت لكم خلاص يلا. مين اللي شتمني؟ مين اللي شتمني؟ هاتولي اللي شتمني. هم اصلا قاعد وعارف مين اللي بيشتمه هناك يا باشا. ده السول زكريا هناك مظبط الدنيا ومروق عليك، يا مرتضى والله. وبقول لك انا كسبت 17 بطولة. ليه يا عم؟ ليه يا عم احمد؟ هو انت كل يوم ماتش بتحسبه بطولة يا احمد؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. والمرتبات هتدفع في وقتها، وكل حاجة هتدفع في وقتها. ما هو لازم بقى يبين ان ولادي كمان حبايبي هم موجودين وبيسدوا مكان ابوهم وعارفين الدنيا ماشية ازاي. ايوه يا باشا، كله هيدفع في وقته، كله في وقته، وكله بالقانون. ومحامي شاطر زي ما قلت، كله بالقانون. وايه، ومحامي شاطر هو ما اشطره في الحته المحاماه دي لعبته وبتاعته يا باشا، لعبته وبتاعته. ميدو كل ما الزمالك يقف على رجله يرجع يدخل النفق المظلم. شفتوا ميدو بقى المحامي بتاعه. وما سألتش نفسك يا ميدو مين اللي بيعمل في الزمالك كده؟ ما سألتش نفسك مين يا خبر ابيض؟ مين يا ميدو اللي بيعمل كده في الزمالك؟ مين اللي شوه الزمالك كده وخلاه ملطشه لاي حد؟ اللائحه الاسترشاديه بتاعت اللجنه الاولمبيه، اي محامي في القضاء الاداري يروح يبطلها. اهو اي يا باشا هيبطلها ومش هينفع اللي بيحصل ده النادي من غير مرتضى مالوش لازمه. ده حتى هزازين الرؤوس
مش بيطلعوا زي الاول، والقعده بتاعتنا الجميله والسهره على كابتن الخطيب والاهلي فين ده؟ هيقولوا عليها والله زمان كنا زماننا قاعدين دلوقتي نشتم ونعمل، والكابتن ومرتضى منصور كان قاعد يعمل واحنا نهزله راسنا بقى ونقول له قول وسمعنا، قول وسمعنا، ده انت وحشتنا. ده تلاقيهم بيكلموا في التليفون ولا بيروحوا له هناك يسمع. ايوه يا جدعان ايوه. بص ما تتعجبش ما تستغربش، كل الانديه بتعرف تجيب لعيبه اجانب مميزين ما عدا الاهلي والزمالك. ده تصريح كريم حسن شحاته صح والله، التصريح ده صح. الوحيد اللي جابه في صفقته الاخيره صح الاهلي ديانج. سامسون الزمالك جابه عمل حاجه؟ ما عملش حاجه. كده الزمالك هيدخل النفق المظلم للمره 10. هو في ايه يا جماعه؟ هو في ايه يا ميدو؟ في ايه انت؟ هو انت بقى سبت الاسماعيلي؟ ما انت كده كنت مع الاسماعيلي وبتطلع. هو انت بقى سبت الاسماعيلي بقيت فاضي بقى، ما عادش عندك تدريب بالليل ولا حاجه ولا مطوشه ولا الكلام ده، فجاي بقى تصدعنا. جاي تصدعنا يا عم ميدو، جاي تصدعنا. كريستو لاعب الاهلي رجل مباراه منتخب تونس للشباب امام زامبيا في كاس افريقيا للشباب. يلا بقى يا عم كولر بقى، يلا يا عم كولر، عايزك تظبط لنا كريستو ده عشان ايه ان شاء الله يتالق مع النادي الاهلي. ما هو مش هينفع كده بجد والله. الراجل ده يا جدعان كريستو ده راجل كان بيلعب في فريق جزائري تقريبا مولودية الجزائر، يعني كان بيلعب في افريقيا ودارس الحتت دي. المفروض اللعيبه اللي كانت بتلعب في افريقيا دي مع فرقها تنزل نستفاد بيه. الاعلام السعودي وليد الفراج بيقول باعت تحيه للاسطوره محمود الخطيب: ما احببت لاعبا عربيا بقدر محبتي للنجم الاسطوري محمود الخطيب، فقد كان لاعبا من زمن مختلف جمع في مسيرته الابداع وحسن الخلق والسيره العطره، ورغم صعوبه العمل الرياضي في مصر الا انه ظل رجلا ارفع من كل المواطرات. الله يمتعك بالصحه يا بيبو. والله ربنا يديله الصحة ويخليك، وشكرا ليك يا باشا، شكرا ليك ولكلامك المحترم. احسن الناس السعوديين المحترمين اللي روقوا الدحيل 7-0 يا جدعان. الهلال السعودي افترى على الدحيل 7، كلفتهم 7. المهم يا صاحبي ان انا عايز اقول لك ايه، خليك بقى معايا في الفيديو اللي جاي ده، عشان ده فيديو بقاله كتير، بس الصراحة انا قلت لازم نسمعه مع بعض. عجبني طريقة رد الكابتن عبد العزيز عبد الشافي على مرتضى منصور بكل ادب وكل احترام ومن غير اي تجاوز، وقفه بس بطريقته لان هو راجل محترم. نسمع الفيديو ونرجع تاني. خد عين مرتضى منصور بشغل الفتوانة، اقسم بالله ولا حد في البلد دي يقدر يقول له دراعي. شكرا. انما حضرتك اسلوب التعالي والنفخه الكدابه اللي بيتكلم بيها ديت بالطريقه دي، على فكره حضرتك جمهور ايه اللي يخش؟ جمهور ايه يا فندم؟ هو لما يستدعي 15,000 عيل قليل الادب يخشوا يشتموا جيش مصر، وحضرتك وزير في الحكومه، ما حدش شتم جيش مصر يا سياده المستشار. ما فيش حد شتم جيش مصر. النادي الاهلي نادي الوطنيه. نعم، النادي الاهلي نادي الوطنيه. مين اللي يقول كده؟ ما فيش حد في النادي الاهلي يشتم جيش مصر يا سياده. اتشتم. لا ما فيش حد. سياده المستشار اللي بيكلمك الكابتن عبد العزيز عبد الشافي. ما فيش حد. لا ممكن تسمعني دقيقه يا سياده المستشار؟ حضرتك شتمت مصر كلها السنه اللي فاتت، وشتمت النادي الاهلي كله، وشتمت رموز النادي الاهلي. ما تنفعش عوده. لا يا راجل، لا انت محتاج تعتذر لمصر كلها، محتاج تعتذر لامهات مصر. كابتن عبد العزيز محتاج انك انت تعتذر للناس اللي انت سخرت من خلقه ربنا فيهم. في ايه؟ انت محتاج تعتذر لمصر كلها. نعم. انت محتاج تعتذر لنادي الزمالك والكرسي نادي الزمالك اللي انت قاعد عليه. كرسي نادي الزمالك ده
كرسي محترم. كابتن عبد العزيز، حلمي زموره كابتن عبد العزيز وتتكلم بقى. لا سياده المستشار، انت يا راجل محتاج تعتذر لنفسك. كابتن عبد العزيز لو سمحت، كابتن عبد العزيز انت محتاج تعتذر لنفسك. كابتن عارف يعني ايه تعتذر لنفسك؟ انا بستاذن عشان يبقى عندك كابتن. شويه سلام تقدر تعامل بيها الناس باخلاق كريمه. انا محترم. لا انت محترم ايه؟ كابتن عبد العزيز، كابتن يا راجل اتقي الله، اتقي الله، ارجع. انت مش بتتكلم عن التسجيلات. كابتن عبد العزيز لو سمحت، كابتن عبد العزيز وبص فيها وشوف. يا كابتن شوف السب والقذف. انا عمري ما حصل خناقه في برنامجي. كابتن عبد العزيز لو سمحت. لا ما ده مش حوار، احنا ما بنتحاورش. لا بعد اذن حضرتك، هي دي المشكله الاساسيه يا كابتن عبد العزيز. كابتن عبد العزيز في هذا الرجل، يا كابتن، في ان هو بيتطاول على اي حد في مصر وعايز كل مصر تعتذر له. ازاي؟ كابتن عبد العزيز ازاي؟ ممكن تسمعني؟ ممكن تهدى؟ انا هادي والله. سياده المستشار، كمل كلامي وبعدين كمل كلامك ايه؟ سياده المستشار، ما احنا اللي هنتكلم بنفس الهدوء اللي بنتكلم بيه. كابتن عبد العزيز اديني فرصه اتكلم لو سمحت. انا ساكت يا استاذ خيري. سياده المستشار، بستاذن حضرتك بس في حاجه. احنا حوارنا طول الوقت كان في اطار في ملعب ده نمرة واحد، نمرة 2 ماتش وطردهم بره. وده سبب مشكله بيني وبين العيال اللي اقتحموا نادي الاهلي في الجزيري، ينسحب ويمشي. تمام، خلينا بقى في المشكله بتاع اللاعب ده عشان نخلص من المشكله دي. لا احنا ما بنناقش اللاعب ولا فارق معانا اللاعب. السيد الوزير اسمعني بس، السيد الوزير لما كلمني قبل الهوا قال لي كلامه واضح، قال لي عندك استعداد تزور النادي الاهلي؟ قلت له طبعا، انما استعدي مالك. ما حدش غلط فيك يا سياده المستشار طول السنه. انا حضرتك شتمت محمود طاهر بامه، عماد وحيد بامه، شتمت النادي الاهلي يا استاذ عبد العزيز، والناس كلها سياده المستشار طول السنه صبر عليك. صبر عليا؟ صبر عليك. صبر عايز امرود يعني انت وبتطلب منهم ان هم يعتذروا. عايز امرود الفرج. صبر عليا في ايه؟ لا ازاي صابرين عليك؟ صابرين عليا في ايه؟ ما فيش واحد طلع يتكلم عنك. انت بتكلم مرتضى منصور. انت بتتكلم برضه النادي الاهلي. يا ريت ماليش دعوه بالنادي الاهلي، انا بكلم مسؤول في النادي الاهلي بيغلط يا استاذ عبد العزيز. ما يبقاش كل يوم حضرتك، في التلفزيون. هو النهارده يا استاذ عبد العزيز لما انا امتي يا استاذ عبد العزيز، انت لما والدتك انا اللي بشتم والدتك دلوقتي حالا، انا قلت اللي هيشتم والدتي هديله بالجزمه، يبقى محمود طاهر. طب وهي دي الفاظ تتقال يا سياده المستشار؟ الله، وقلت هي دي الفاظ تتقال من رئيس نادي الزمالك؟ نعم، دي الفاظ تتقال من رئيس نادي الزمالك قدام الدنيا كلها. لازم يبقى عندك تحفظ شويه يا سيادتك. يا استاذ عبد العزيز، انت مش هتعلمني انا كده، شخصيتي كده وجمال عمير لا خلاص يبقى تتحمل المردود بتاعها بقى يا سيادتك. استاذ عبد العزيز، هو حضرتك هتكلمني وانا اتكلم ولا تسمع؟ انا على فكره مش استاذ، انا كابتن. من فضل حضرتك يا استاذ عبد العزيز. سياده المستشار شعبي بيختاروني كده، خلاص حضرتك عايز تعمل مشكله معايا، انا ما عنديش مشكله خالص. لا انا ما بحبش مشاكل، انا عمري ما بحب مشاكل. خلاص انا بقول كلامي واضح، محمود طاهر هيقرب خطوه هقرب له 10. خلاص ربنا يهديك ويصلح حالك. ربنا يهديني ويصلح حالك ويهدينا جميعا. احنا كمان ويهدينا احنا كمان. طبعا يهدينا جميعا. سياده المستشار، الكلام اللي قاله السيد وزير الشباب والرياضه هو كلام بيحمل حضرتك وبيحمل المهندس محمود طاهر بما ان 2 3 علشان اتحمل مسؤوليه واكون راجل. قلت له وانا مش مطلوب مني صعب، وكل ما بيبقى عليه مسؤوليه اكبر، فانت النهارده عليك مسؤوليه اكبر، حتى لو كان ده ضغط عصبك وشباب كتير جدا. لابد ان تاخدوا قرار كبير وتاخد قرار قوي وتاخد قرار صعب. لو اي حد تاني يقول ازاي اتخذ هذا القرار، لكن في ظروف المرحله اللي احنا فيها والظروف اللي انتوا الكبيره اللي مصر بتمر بيها وظروف الناديين اللي انتوا بتمثلوهم، يقول القرار كبير، والقرار الكبير ما يطلعش الا من حد كبير. حتى لو كان هذا التنازل عمر ما كان التنازل، وانا جربت مع في مسؤوليه صعبه وحد يتحمل مسؤوليه قدام الوطن كله. اتفضل. سياده الوزير، بعد الاستاذ عبد العزيز ما قال ربنا يهديك، واضح ان دعوته استجابت وربنا هداني فعلا. يا رب يا رب ويهدينا معاك يا سياده المستشار. لا يعني واضح ان انت يعني كان باب السماء مفتوح. سياده الوزير، المشكله التي اثيرت اخيرا بسبب هذا اللاعب، انا قلت قبل كده ان الحوار المحترم، هذا اللاعب لا يجيب للاهلي بطولات، الاهلي دولابه مليان بطولات ولا ينقص من الزمالك بطولات. فانا بقول لسيادتك اهو منعا لهذا الاحتقان، انا هبعت بكره حد يسحب الشكوى بتاعت هذا اللاعب. اشكرك يا سياده كتر خيرك. شكرا يا سياده المستشار. شكرا، انا بشكركم. شكرا استاذ عبد العزيز. شفت ربنا هداني ازاي؟ ربنا يصلح حالنا جميعا. ربنا يصلح حالنا جميعا. واعمل ده على فكره من غير ما حد يا استاذ عايز يضغط عليا ولا يتدخل، خلي بالك، ولا طبعا انا مش طبعا لكن انا برضو حفاظا على العلاقات بين جماهير الناديين نمره 1.
صحيح. ما دام هذا اللاعب هيعمل فتنه في البلد وبين جماهير ناديهم، زي ما حضرتك قلت في بعض الشباب متعصب هنا ومتعصب هنا، بكره ان شاء الله بمدير عام النادي. شكرا يا سياده المستشار، ده قرار محترم جدا وبنحييك عليه وبشكرك عليه جدا جدا. وان شاء الله كده خلصت المشكله. وبعد كده بقول تاني، لو دعاني الاخ محمود طاهر سياده الوزير هروح، لو عايز يجي نادي الزمالك يتفضل، هو مجلس ادارته فوق دماغنا يشرفه، واخد بال حضرتك؟ باب الاهلي مفتوح وان شاء الله هيقدم خطوه يا سياده الوزير هيلاقيني بجري 10 خطوات. اشكرك يا سياده ان شاء الله. والله يا كابتن زيزو، ده انت محتاج تعتذر لنادي الزمالك والجماهير نادي الزمالك، ومحتاج تعتذر لنفسك. انت محتاج تقف لنفسك وقفه يا اخي. بصوا شوفوا الفيديو ده قديم، بس حسيت ان ده وقته. حسيت ان الفيديو ده الوقت بتاعه الايام دي، ان نرجع بقى حاجه محترمه كده. وكان حديث بينه وبين مرتضى، وقول له الظاهر يا استاذ عبد العزيز ان كلامك صح، ربنا يهديك. بقول له ربنا يهديك، الراجل قال لك حاجه؟ بقول لك حاجه؟ بقول لك ربنا يهديك، ربنا يهدينا انا، ربنا يهدينا انا ويهدينا جميعا. شفتوا الراجل كان بيتكلم ازاي؟ نادي الاهلي نادي الوطنيه، شوفوا بيدافع عن الاهلي ازاي. نادي الاهلي نادي الوطنيه والكرامه، ايوه، وبالادب، بالادب، ولا غلط ولا تجاوز في حقه ولا قال له امك ولا قال له ابوك ولا اي حاجه. بالعكس التاني كان جعجع وداخل في المكالمه مش عارف يرد، وخير رمضان مش عارف يعمل حاجه. طبعا خير رمضان طبعا انتوا عارفين ان ناله بعد كده الفتره الاخيره والاحداث الاخيره اللي فاتت دي من مرتضى منصور، وهو برضو خير طلع خد حقه برضو بالطريقه. بص يا صاحبي، زي ما قلت لك من كام يوم، زي ما قلت لكم من كام يوم، ان ما تستعجبش ما تستغربش. في حاجات هتحصل الايام اللي جايه دي ما تستعجبلهاش. يعني لو رجع وجيت لقيته موجود ورجع نادي الزمالك تاني، ما هو بيقول لك انا زي بابا في الشده شديد وفي القوه. والله يرحمك يا علاء ولي الدين، الله يرحمه، بصوت علاء ولي الدين، بابا في اجازه وراجع. امير بيقول بابا في اجازه وراجع، هيخلص اجازته الويك اند بتاعه في وادي النطرون، هيخلصه ويرجع بقى تاني لبيته. نادي الزمالك والجماهيره اللي كان بيشتمهم واللي كان بيبهدلهم واللي كان بيذلهم بالسندوتشات واللي كان بيذلهم بالقطر، ورجع فريرة وهات فريرة وايه. طبعا الكلام ده مش لجماهير الزمالك المحترمه، جماهير الزمالك اللي هي همها الشخص قبل النادي، اللي هاممها الشخص قبل النادي، مش اللي هاممها النادي. ما هو انت هو قسمهم، قال لك جمهور بالنسبه لمرتضى جمهوره الحقيقي اللي بيهزوا له راسه واللي بيقولوا له ايوه يا ريس على الحلوه والمره، احنا معاك واي حاجه واللي انت تقوله صح. وجماهير الزمالك بقى اللي هي مع النادي وخايفه على النادي ومش عاجبها اللي بيحصل، دول لجان مأجورين من ممدوح عباس ومن العتال ومن الخطيب ومن زاده واي حد دول مأجورين منه. ده بص بقى، اسمع الراجل المكلف بالمفروض يبقى بإدارة أعمال نادي الزمالك، أو بإدارة رئاسة نادي الزمالك المؤقت لحد ما نجيب رئيس نادي، أو لحد ما يرجع مرتضى منصور تاني، بيقول لك إيه اللي هو سليمان وهدان: الحكم الذي تلقاه مرتضى منصور كان منذ شهر 8 عام 2022، ومع ذلك مارس مرتضى منصور 4 اجتماعات مجلس إدارة وهو محكوم عليه. لذا القرار الآن في يد مجلس الدولة الذي سيخبر الجهة الإدارية أما بعزل مرتضى منصور أو لا. حلو قوي. فاكرين؟ افتكروا بقى ورجعوا للفيديوهات عشان إيه هقول لك. فاكرين أول يوم فيديو عملته بعد مرتضى منصور ما اتحكم واتحبس؟ ماشي، أنا قلت لكم إيه؟ اشمعنى الفترة دي كان محكوم مرتضى منصور عليه من شهر 8؟ عشان الكلام ده ليه عوزة يا صاحبي. ما انت لو بتركز معايا
هتعرف انا قصدي ايه من اللي انا، او هتعرف انا عايز اقول ايه. ها، قلت لكم كان محكوم عليه من شهر 8. اشمعنى النهارده اتنفذ الحكم؟ ما هو ده مش رايح يسلم نفسه هباء. عارف هو بيعمل ايه؟ يعني حضر 4 مجالس إدارة في الجمعية العمومية، 4 مجالس إدارة مرتضى منصور. تمام؟ دلوقتي هم بيدوروا له على مخرج عشان يرجع تاني يمسك نادي الزمالك. مش انا لسه قايل لك الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا؟ مش لسه قايل لك الكلام ده اهو؟ بقول لك الموضوع، القرار الآن في يد مجلس الدولة الذي سيخبر الجهة الإدارية أما بعزل مرتضى منصور أو لا لحد دلوقتي. وطبعا ميدو قال لك اللائحة الاستشارية دي ملاش لازمة، ملاش لازمة يا باشا. اللي احنا عايزين نعمله هنعمله، مفيش مشكلة. بص، كل أعضاء مجلس سليمان وهدان تاني بيقول لك كل أعضاء مجلس إدارة الزمالك حاليا توافقوا على أن يسير أي عضو الأمور حتى خروج مرتضى منصور وعودته للنادي من جديد. اوعى بقى، اوعى بقى، اوعى بقى. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ ما هو اللي انا كنت بتكلم فيه من يومين بيحصل والله بيحصل. ها، طلع السيديهات بقى. ما هو احنا قاعدين دلوقتي جوه، بس ايه، لازم نقعد نهدي ونطبطب وما تزعلش. احنا عملنا كده بس عشان تنفيذا للقانون، وعشان الموضوع كبير، والناس مش هتسكت، والناس هتتكلم، وهيفضل يقولك يا عم ده محبوس وازاي ما تنفذش عليه الحبس والكلام ده كله. ما هو معنى كلامكم اللي انا بقوله، معنى الكلام اللي انتوا كاتبينه، ومعنى كلام الراجل اللي هو سليمان وهدان ده، معناه كده يا باشا، معناه كده يا باشا. مش انا اللي بقول، انا برد على اللي بيقوله. مجلس إدارة الزمالك في يده رفض قرار عزل مرتضى منصور إذا أرسلت لنا الجهة الإدارية قرار بذلك. شفتوا اهو، رفض العزل كمان في يد مجلس الإدارة، حتى لو اللي وصله مجلس الدولة. مجلس إدارة الزمالك في يده رفض قرار عزل مرتضى منصور إذا أرسلت لنا الجهة الإدارية القرار بذلك. أصل انتوا عارفين ده الراجل ده تبع مرتضى منصور، مش هيبقى ضده. فده امال هم قاعدينه ليه؟ عشان ده الذراع اليمين لمرتضى منصور. تعرف ده لو ممدوح عباس او اي حد من خصومه طبعا مش هيقبلوا باي حاجه زي كده، مش هيقبلوا باي حاجه زي كده. وهنشوف الايام اللي جايه، ويا رب اكون انا غلط، يا رب. ده انا بتمنى اكون انا غلط، ما يكونش اللي في دماغي وما يكونش اللي انا قلت. مرتضى ماشيها وهو في السجن، مرتضى ممشيها وهو في السجن، مدورها صح والله العظيم، فعلا مدورها صح. وبقول لك عليه ده قرار وخلاص، زي ما قلت لك كده، هو زي ما قلت لك كده وخلاص، والموضوع خلص وانتهى. بقى هيستنوا بقى يشوفوا القضاء هيقول ايه ومجلس الدولة هتقول ايه، وهنشوف بقى كل حاجة بالقانون، وهنشوف القانون هيروح لفين، وتعظيم سلام للقانون في الأول وفي الآخر. طبعا في خبر عاجل، تم نقل مرتضى منصور لمستشفى السجن، وعكة صحية، تعرض لوعكة صحية، ربنا يشفيه يا عم ويعافيه. بس مش هنقدر نقول أكتر من كده، لا بنشمت في مرض ولا بنشمت في السجن، بس احنا بنتكلم في اللي بيحصل في الواقع اللي حوالينا. تم نقل مرتضى منصور لمستشفى السجن، وعكة صحية. انا كده خلصت حلقتي، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. اذا عجبتكم الحلقة استأذنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشيروا الحلقة في كل مكان، وتشرفوني بتعليقكم في القناة، وما تنسوش لايككم المتين، ده اللي بيدعمنا ومنتظر دعمكم، وانا عارف ان انتوا بتدعمونا
وشكرا لكل الناس اللي بتدعمنا، واشوفكم على فيديو جديد. بس صح هقول حاجه بس، ان شاء الله النهارده كلنا مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي ان شاء الله يكسب ويفرحنا، وان شاء الله اشوفكم بعد ماتش الاهلي والداخليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.